من عائلة أكبر وأشهر طريطور في المغرب. غادي يجينا طه حفيد رحال السلامي، العائلة المليارديرة اللي بدات من الصفر وربات الأولاد ديالها على مبدأ واحد: وما نيل المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلابة. في الفيديو ديال اليوم غادي نتعرفوا على واحد من أشهر اليوتيوبرز في المغرب اللي الشهرة ديالو وصل الصدى ديالها لأي دولة حط رجلو فيها، طه السلامي المعروف بطه إيسو. طه إلى فيق طه فيق تكلم الوليدات. اكسترا اورديناريو، مرحبا بكم من موروكو. كل واحد فينا عنده قصة، كل واحد فينا عنده حلم. اليوم غنعاود لكم على الحلم ديالي. غيتزاد طه في عام 1994 في العجاجمة في حي بورغون في مدينة الدار البيضاء، داخل عائلة ثرية ومشهورة. الأب ديال طه عبد الواحد واحد من رواد تموين الحفلات بعد ما ورث من الأب ديالو رحال حب الطبخ والإبداع. أما الأم ديال طه خديجة الحجوجي، مصممة أزياء معروفة في المغرب كتعود أصولها لمدينة فاس. أما الإخوة ديال طه فهما علي ومريم السلامي. ربت هاد الأسرة الأولاد ديالها تربية حسنة، وهذا واضح من خلال الأخلاق العالية اللي واضحة ليهم. عاش طه في أسرة بطريقة مغربية جد عادية، وكانت أهم اهتماماتهم هي القراية والرياضة. بالخصوص طه ضيف الحلقة دوز الطفولة ديالو مع نادي الوداد البيضاوي للصغار، وكان الحلم ديالو أنه يولي لاعب كرة قدم مشهور مستقبلا، خاصة وأن عائلة السلامي كان عندها نادي رحال لكرة القدم في العهد ديال رحال السلامي، ولكن بسبب إصابة صعبة غادي تحرم طه من تكملة الحلم اللي توقف معاه فجأة. كنت مستعد نعطي أي حاجة باش نحقق الهدف ديالي، ولكن أي حلم عنده الصعوبات والتضحيات ديالو. عبد الواحد السلامي كان كيحاول ما يمنحش الاولاد ديالو اكثر مما يجب، لدرجه انه كان كيعطيهم 50 درهم اسبوعيا وهما في العمر ديال 19 سنه، يقددوها باي طريقه باش يحسوا بان الاب ما يقدرش يوفر لك اي حاجه بغيتيها، وان الفلوس خصك تجيبهم بالمجهود وبالدراسه. لدرجه كان كيحضي معاهم طفي الضوء ونقص الماء باش يعرفوا ان حتى شي حاجه ما سهله. غادي يكمل طه قرايته الى حدود البكالوريا في المغرب، ومن بعد غادي ينتقل لفرنسا باش يكمل في تخصص التكنولوجيا في اداره الاعمال، ومن بعد كمل قرايه وستاجات ديالو في دبي وفي انجلترا، ومن بعد ما كمل قرايته غادي يدير عده ستاجات كان كيتخلص منهم، وهنا غادي تبدا قصته. غادي يقرر طه انه يعيش الحياه ديالو بنمط مختلف على الاب ديالو والاخ علي اللي توارثوا حب المطبخ وتنظيم الحفلات من جد. وبالنسبه لعلي كان شغوف بهذه المهنه وسبق له خدم كسر باي، وبدا من غسيل الاطباق الى ان ولا كيعرف خبايا كل حفل وكيفاش كيتنظم من الالف الى الياء. كان كيضحي بنعاسو من اجل العمل وكيبات في الارض وتحت الطوابل مع السربايه، وهذا الشيء باه كان شخصيه معروفه وعائله مليارديره او بين قوسين هو ملشي. في المقابل طه ما كان داخلو حتى شي حاجه في دماغه من هذا التخصص. غادي يفكر يجمع فلوس ستاجات وعاونوا الاب ديالو شويه انه يبدا بصناعه المحتوى عبر السفر لبلدان مختلفه. هاز معاه كاميرا ومعدات التصوير. شغف طه بهذا الدومين زائد العفويه اللي كيتمتع بها والاخلاق العاليه اللي قدر يوضحها في الفيديوهات اللي قدمها، قدر انه ينجح في مواقع التواصل الاجتماعي ويدخل قلوب العديد من المغاربه، خاصه في الفيديوهات اللي كان كيبارطاجيهم في يوتيوب ابتداء من اول فيديو تعريفي واللي كان في عام 2017 والى حدود الساعه. وتميزت الفيديوهات ديالو بالمغامره والسفر في جو نشيط، وغيكون اول فيديو كيجلب له الشهره هو الفيديو اللي غيسافر فيه الفلبين بعد ما خطط انه يزور اكثر من 50 دوله حول العالم ويغرس فيها عالم المغرب كدليل للحضور السياحي ديال بلادنا في هذه البلدان. وفي فيديو اخر غادي يقوم بزياره هو وعلي لاكبر صحراء للملح في العالم في بوليفيا، وغادي يلاحظ ان الرايات اللي تغرست تماك من قبل ما كانت معاهم حتى وحده ديال المغرب، وغتكون هذه بادره منه او حلم كيحققه في وصول هذه الغايه، وهي الحضور السياحي ديال بلادنا في هذا المكان.
وفي غضون 3 أشهر غيكون طه أول يوتيوبر مغربي كيوصل ل 100,000 متابع في هذه الفترة القصيرة، وهذا دليل على أنه كسب الإعجاب ديال المغاربة، خاصة ملي نظم واحد الاحتفال ديال عيد ميلاد ديالو 24 في أحد الساحات في سندباد، ودعالو المتابعين ديالو. غيتفاجأ بحضور مئات المعجبين اللي عنده. هادشي غادي يزيد من الثقة ديال طه في داكشي اللي كيدير، وخاصة ان فيديوهاتو كيشهدوا له بالاحترافية في التصوير والمونتاج الاحترافي اللي كيسهر عليه بنفسه، وروح الدعابة والمرح اللي كيتميز بيهم. ومن الفيديوهات اللي غادي يطلعوا من طوندونس وغيزيدوا من الشهرة ديال طه هو الفيديو اللي دار مع بشرى السيدة اللي روات حكاية الأسرة ديالها الغنية اللي غادي يتوفاو فيها والديها وغتلقى راسها في الشارع بسبب خوتها، والقصة طويلة. هاد السيدة غادي تلقى تعاطف كبير من طرف المغاربة، خاصة إحساس الألم والأمل في نفس الوقت اللي عطاتو للناس، وهادشي في المقابل غيزيد من الشعبية ديال طه إيسو، وغادي يوصل حاليا هاد الفيديو لأكثر من 4 مليون مشاهدة. وفي 2020 غادي يحط فيديو غيفاجئ العديد من المتابعين وغيعطي امل للعديد من الناس انهم يغيروا من نمط الحياه ديالهم الصحيه، من اللي يقدر انه ينقص اكثر من 20 كيلو في مده 4 أشهر، وفي الحجر الصحي داخل الدار. إياك أكثر من 20 كيلو. نسيت راسي، بقيت كناكل كنزيد ناكل كنعاود ناكل. المهم ما كان غير هذا الفيديو حاليا وصل لأكثر من 7 مليون مشاهدة، ولكن حقا كيستحق التشجيع بعد هذه العزيمة اللي غادي يبارطاجيها مع متابعينه، وغتكون نتيجة هذا المجهود تغير جذري لا من حيث الشكل ولا حتى من الثقة بالنفس اللي ولات عالية عنده. وإذا جينا نحصيو مغامرات واهتمامات طه في مجالات مختلفة ما غنساليوش، منها مشاركات في تصوير فيديو كليبات، وأهمها كواليس كليب الفنانة اليمنية بلقيس في أغنية صبرة اللي صورتها في أحد قرى أكيمدن في نواحي مراكش، زائد معاملات مع الفنانين والمشاهير والأغلبية مع الناس العادية اللي قدر أنه يحتل مكانة كبيرة في القلوب ديالهم. النجاح ديال طه كان فيه دائم الحضور الأخ ديالو علي، لدرجة أنه شارك معاه في فرحة خطوبته وزواجه، ونظم معاه حفل جنس الجنين وفرحة المولود الجديد. وكيعتبر طه الأسرة ديالو رمز القوة ومصدر الشجاعة اللي خلاته يوصل لهذا الشيء اللي وصل له حاليا. واللي سبق له سمع قصة الجد رحال السلامي والزوجة ديالو حليمة مرجان غيقدر يعرف منين جابوا هاد العائلة كاملة هاد المثابرة والعزيمة والأخلاق العالية والثروة اللي ما جاتش من فراغ. وبالنسبة للقصة الكاملة ديال رحال السلامي غادي نخلي لكم الرابط ديالها في صندوق الوصف. وهذه باختصار كانت قصة أو تعريف باليوتيوبر طه إيسو. كنستنى الاقتراحات ديالكم على ضيف الحلقة المقبلة، ونتلقاكم في فيديو جديد وشخصية جديدة إن شاء الله.